مش جاي أقول لك ده صح وده غلط، لأن عالم التربية واسع وكل مربي وله مدرسته. لكن السؤال الحقيقي اللي شاغل بالنا كلنا دلوقتي، هل العلف المصنع هو الحل الوحيد اللي ملوش بديل؟ النهارده هوريك تجربة حقيقية قدام عينيك، شفت بعدها الفرق في حيوية الطيور. كلام النهارده عن طائر السمان، طائر الجنة وملك الطيبات. عملت الفيديو ده علشان اوريك ان في طريق تاني، وانت اللي تجرب وتحكم بنفسك يا غاوي. بصوا يا ابطال وركزوا معايا كويس قوي، الموضوع مش مجرد اني بحط شوية حبوب كاملة والسلام. دي بتبقى توليفة مظبوطة. ازاي؟ انا بجيب شوية ذرة مع فول اللي هو الصغير ده، مع شوية قمح، مع شوية القرطم اللي احنا بنحطه في الكلفة بتاع الحمام، مع الصويا، لان الصويا مهمة جدا، لان هي تعتبر بروتين البناء بالنسبة لعظم الطائر. اللي أنا باقول لكم عليه دي مكونات حقيقية مفعولها أقوى بكتير من أي إضافات مجهولة، وبتبني طائر مناعته حديد. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لو حابب تكون جزء من رحلة غاوي خسارة بمزاجي، اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. نرجع لموضوعنا تاني، وطبعا كلكم دلوقتي عايزين تسألوني وتقولوا لي طب ليه يا غاوي انت بتطحن الحبوب مع بعض؟ انا طبعا ما اقدرش ارفض لكم طلب وهقول لكم، والصراحه دول سببين مش سبب واحد. اول سبب ان الحبوب الكامله لما بتطحن بتفضل محتفظه بالزيوت الطبيعيه اللي جواها، وطبعا المواد الفعاله بتفضل محتفظه بقوتها زي ما هي، وده على عكس الاعلاف اللي بيكون فيها نسبه سميه. واللي يقول لك غير كده قول له روح استغفر على جنب يا عم. طبعا كلنا عارفين موضوع الاعلاف ده، واللي مش مصدق يسأل نفسه هو ليه في الدورة بتاعة التربية لازم ندي مضاد سموم ولازم ندي رافع مناعة، ولو هنغير العلف حتى من مرحلة لمرحلة لازم نعمل نفس الموضوع، ندي مضاد سموم وندي رافع مناعة. ده أكيد لسبب ما، إن أكيد في نسبة سمية في العلف، ده شيء لا يخفي على حد نهائيا. نيجي للسبب التاني اللي بيخليني أطحن الحبوب مع بعض، وهو ان طائر السمان ما بيقدرش ياكل الحبه كامله، هو منقاره مش بيستوعب الا الحاجه الصغيره كده، وعشان كده الطحن بيساعده في انه يعرف ياكل كويس، ويبقى يعني يتعامل مع الاكل بطريقه كويسه ومناسبه ليه يعني. ودلوقتي بعد لما خلاص جهزنا كده المفروض الخلطه وعملناها وضربناها في الخلاط وكل شيء، بيبقى في شويه تريكات كده بنعملها في طريقه تقديمه للسمان، وده اللي بتفرق في استهلاك الطيور للأكل. كمل معايا الفيديو للآخر عشان تشوف السر ده. شايفين يا أبطال النشاط اللي فيه الطيور والحيوية وقد إيه هم منطلقين؟ حتى لما باجي أمسك واحدة منهم بتلاقي في حركة وفي حيوية. الطائر عنده نشاط كده، مش خمول وراقد على جنب. حتى بصوا لمعة عينيه عاملة إزاي، حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن. الريش عنده بيلمع، تحس إن هو ريشه فيه زيت كده. ده دليل على صحة الطائر وقد ايه ما شاء الله فيه طاقة وحيوية. ودلوقتي انا عايز اسمع رأيكم، يا ترى انتوا شايفين ان التجربة دي ما تستحقش ان الواحد يحاول يعملها؟ مش هخسر حاجة يعني، انت لما تيجوا تجربوا شيء زي ده مفيش اي خسارة نهائيا، لا في الفلوس ولا في الارواح. احنا بنقدم لهم حاجة جميلة، حبوب كاملة منتهى الصحة ومنتهى الفايدة. يعني نفسي تقولي لي في التعليقات يا ترى هتاخدوا الموضوع ده بجدية وتحاولوا تجربوا زي ما انا جربت. وعلى العموم انا برضو هنقول لكم نتيجة الموضوع ده اول باول. انتوا عارفيني كل فيديوهاتي لازم اقول لكم بكل نقطة وكل حاجة، ولو لقيت حاجة في الموضوع غلط، انا عندي جرأة في ان انا اقول ايه الغلط، وعادي اقول ان ده غلط، وكلنا بنغلط، احنا بشر. المهم عندي ان احنا نوصل الاستفادة لبعض يا اخواتي، ونحاول كلنا نستفاد من الموضوع ده. واللي فيكم مصمم على العلف براحته يا اخواتي، احنا هنا دي وجهة نظر، انا بنقل لكم وجهة نظري اللي انا دلوقتي ماشي فيها ومتبع الخطوات دي، وبأمانة جايبة معايا انا نتائج جامدة جدا. انا مش عايز اخبي عنكم اي شيء، وهو التجربة انا قلتها لكم بمنتهى الامانة والضمير. والله اللي فيكم هيجربها يشوف ويقول لي. عندكم التعليقات، انا مفيش تعليق بفضل الله الا لما بجاوب عليه. اي اخ او اي اخت يسألني سؤال انا بعتبره ان من اهم اولوياتي. اسألوني براحتكم، اللي عايز فيكم يجرب ويشوف، وانا تحت امر اي حد فيكم في اي وقت. ونيجي للتريكات اللي انا قلت لك هقول لك عليها في اخر الفيديو، هتخليك توفر في الاكل. يا جماعه السمان هو طائر عصبي، دايما ينكش في الاكل.
دايما عنده حركته فيها فرط، وده طبعا بيخلي نسبة الهدر كبيرة جدا، ودي مشكلة بتواجه المربي. وعشان كده في ناس بتحط شبك في المعلفة. اما انا بالنسبة لي فعندي طرق تانية كتيرة، هقول لك واحدة منها هي ان انا منسوب الاكل في المعلفة بخليه في النص علشان خاطر وتكون معلفة صغيرة، عشان ما يعرفش يعمل برجله وضوافره ان ينكش ولا حبة علف واحدة. وفي النهاية أنا عارف إن في ناس هتقولي بس العلف أسرع، وأنا مش بنكر ده يا جماعة، بس أنا بختار الصحة المستدامة زي ما بيقولوا. الطير اللي بياكل معاك حبوب كاملة بيقعد معاك كتير ويبقى عنده مناعة تبارك الرحمن، وده من وجهة نظري في التربية، الجودة قبل الكمية والصحة قبل الوزن السريع. وبكده في النهاية أبطال التربية مش مجرد هواية، التربية هي روح بتسري في قلب البيت. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كومنت، واستنوني الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.